الجزائر اتصال. الو الو محمد. الو الو. ايه، السلام عليكم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. اولا مين معي بس قبل؟ حسان عبد المجيد بن عافية من الأوراق من الجزائر. نعم، يا هلا فيك، تفضل أخي. أود أن أتفضل بشكري لكم. نعم. ولكل المشاهدين. نعم. وأتمنى أن يكون ردي أو تدخلي هذا فيه فائدة تعم الشعب العربي والإسلامي بصفة عامة. نعم. أستاذ حسان، ضعنا بالتحديد في أجواء الجزائر. ما هي الأجواء عندكم قبل المباراة المرتقبة، الإعلام، الجمهور؟ نعم، باختصار لو سمحت، تفضل. والله يا أخي، هنا في الجزائر الكل يتنفس والكل ينتظر المقابلة. نعم، جميل. هنا لم أرى منذ حياتي ومنذ وعيت على الدنيا هذا الترقب لهذه المباراة. حمستونا. الكل مشحون والكل ينتظر بفارغ الصبر. نعم. كيف هي تحضيرات الجمهور الذاهب إلى القاهرة؟ هل هناك من يخاف أن يذهب إلى القاهرة، يعني من أجواء، من أمور، أم الأمور ودية حسب ما تأتيكم الأخبار من مصر؟ يا أخي، هنا الجمهور الجزائري بصفة عامة جمهور محب لوطنه ومحب لفريقه. نعم. فهناك من قد ذهب أصلا إلى القاهرة وهناك من خاف، لأن الإعلام وكما تعلم الإعلام لقد صور صورة سوداوية حول الظروف التي سيقيم فيها الوفد الجزائري أو المناصر الجزائري هناك. وأظن أنا أن لا شيء قد يحصل، لأن الشعبين شعبين مسلمين وعربيين، فكل ما قيل ويقال فأنا أفنده، رغم أني لم أذهب ولم تتح لي فرصة للذهاب. لكن أنا أدعو إخواننا المصريين وكذلك الجزائريين أن يجعلوا المباراة عرسا للتلاقي وللوحدة. نعم. طيب أخي حسان، سؤال أخير بس لك، يعني كيف تجد حظوظ المنتخب الجزائري فنيا في هذه المباراة؟ نكون يعني الحديث أكثر عن المباراة فنيا. أقول لك أنا كمناصر للمنتخب الجزائري. نعم. وكمتتبع لمسار هذا الفريق. نعم. لو كان هذا الفريق قبل 2004 لا نقول أن المنتخب المصري أكثر حظوظ. لكن مع وجود اللاعبين المحترفين والروح الوطنية الغير مسبوقة لهؤلاء اللاعبين، فأظن أنه فنيا هو الأفضل الآن على المستوى الإفريقي. لكن في كرة القدم وفي ظروف المقابلة، وهي باختصار شديد أنها مقابلة نهائية بغض النظر عن النتيجة، فهي مقابلة نهائية لا تهم لا النقاط، لا يهم فقط عدد الأهداف المسجلة. فإذا كان تركيز الفريق الوطني الجزائري في محله، فأظن أننا سنفوز في القاهرة أو على الأقل نعود بالتعادل. لكن أي خطأ في التركيز، فأظن أن المنتخب المصري سيفوز حتى ولو كان بهدفين، وتبقى المباراة فاصلة في أي بلد آخر له حساباته وله ظروفه. حتى الضغط يكون بصفة قليلة أو لا يكون له أي ضغط بالنسبة لكلا الفريقين، فتكون مقابلة أخرى قد تكون في مستوى أعلى من مستوى الذي نتوقعه في يوم 14 من نوفمبر. أخي حسان من الجزائر، أريد أن أتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر كما لمنتخب مصر، للجمهورين. محمد، نعم، تفضل. تدخل أخير تفضل فقط بسرعة بس لو سمحت. نعم، الوقت يداهمنا. كعرب. نعم. كعرب من فاز بأداء ونتيجة فنحن معه. نعم. إن المنتخب الجزائري، وأنا أتكلم بصفتي كجزائري، إن خسر ب3 أهداف فإنه لا يستحق التأهل، لأن مصر ستكون الأجدر. كذلك إن فاز فهو أثبت أنه جدير بالتأهل ونبارك. نحن لا تخرج المباراة عن إطارها الكروي. وهذا ما نتمناه.
أخي حسن أريد لأننا لسنا أعداء. نعم. شكرا لك على هذا الاتصال الجميل والرائع من الجزائر. حسان كنت معنا على الهواء مباشرة. شكرا لك حسن.